بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم يا رب. بصوا بقى، شايفين المكرونه دي بقى مكرونه انا مش جايبه يعني مكرونه غاليه، لا مكرونه عاديه من اللي بتنباع بالكيلو العاديه خالص، بس انا هعملها بطريقه ايطاليه ني في ني، بتبقى مش قادره اقول لكم على الحلاوه، مش قادره اقول لكم على جمالها، حاجه تحفه. بصوا هنحط الحله كده، جايبين الحله كده، بس اعذروني بقى عشان انا بحط الحله مش قادره والله ارفع الحله لان انا ايديا واقعه على دراعي مش قادره. بصوا الطريقه بقى دي بتتعمل بالزيت، المكرونه دي طريقتها بتتعمل بالزيت، بس صدقوني بتبقى خفيفه وتحفه جميله جدا جدا جدا. يعني بصي اللي هتقوم هتتابعني كده الفيديو للاخر وتشوف التركات اللي فيها وتقوم تعملها هتحس ان هي بتاكل مكرونه لاول مره. بس ما تنسيش بقى وانت قاعده كده اللايك الجميل والاشتراك في القناه اللي لاول مره بيشوفني، ما تنسيش اللايك. بص انا حطيت شويه الزيت وبعد كده حطيت بقى المكرونه، قلت بقى ايه هحمرها، مش هحمرها قوي، انا هخليها كده ايه ذهبي، يعني ذهبيه كده، اقعد اقلب فيها كده لما تبقى ذهبي، تديني اللون الذهبي الفاتح، مش اللون الذهبي الغامق كده، لا مش الدرجه الغامقه، الفاتح دوت. وهقول لكم ليه، خليكي بس معايا في الفيديو للاخر وهتشوفي كده كام تركايه وهتحسي ان انت بتاكلي مكرونه لاول مره. يعني مش قادره اقول، انا مش عارفه اوصفها لكم، يعني اقول لكم ني في ني، لا اقول لكم حاجه خفيفه كده على المعده، مش هقدر اوصف لكم حلاوتها. خليكي معايا للاخر وانت هتشوفي الجمال. بصوا اهي كده خلاص اتحمرت اهي، بصوا خدت اللون الذهبي بمعلقه الزيت وحمرتها كده اهي. دي بقى بصلايه انا بشرها هحطها كده، وخصوصا البصل الاحمر ده دلوقتي طعمه مسكر، هتحسي بالطعم المسكر ده وانت بتاكلي المكرونه، تحفه تحفه بمعنى الكلمه. بس هقلب كده، افضل اقلب كده فيها شويه، اخلي المكرونه كده وهي متحمره كده تاخد من البصل. وبعد كده بقى ايه بشره 3 طماطمات بالمبشره، مش عاملاها في الخلاط، بالمبشره، عشان برضو طعم الطماطم يبقى باين كده مسكر وجميل. وهنا عشان نسيت، بس هنا كنت حاطه معلقه الفلفل الاسود على الطماطم ديت، يعني ايه معلومه، يعني عشان خاطر انا دلوقتي لما هحط معلقه البهارات والملح فمحدش يقول ايه لما فين الفلفل الاسود، مفيش مكرونه ما بتحتاجش لحد تحط لها فلفل اسود. متنسيش بقى اللايك كده وانت بتتابعيني، وخليكي معايا للاخر وشوفي التركايه اللي جايه دي مهمه قوي. بص انا بقلبها اهي، قلبت الطماطم اللي انا بشرها مع البصله اللي انا بشرتها، ماشي. هحط بقى ايه التوابل بتاعتي، والتوابل دي بصوا معلقه بهارات من اللي هي، بصي البهارات اللي هي العاديه اللي بتحطيها على اللحمه كده، ومعلقه الملح بتاعتنا، وانا حاطه الفلفل، كنت حاطه فلفل اسود على الطماطم، ماشي. وهقلب بهم كده، يبقى انا كده ايه حمرتها وحطيت البصله بشرتها والطماطميه بشرتها وحطيت لها التوابل، احنا كده كويسين. بصي بقى التركايه اللي جايه دي مهمه قوي، خليكي معايا ما تنسيش اللايك، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، وخليكي معايا. واللي هتقوم تعملها بالطريقه دي اقسم بالله هتدعي، هتحس ان هي بتاكل مكرونه لاول مره، طعمه مختلف وخفيفه كده على المعده، حاجه تحفه. بصوا دلوقتي انا هحط ايه، قولي 2.5 كوباية ميه. بصوا اهي حطيت عليهم 2.5 كوباية ميه دي، ايه شايفين عامله ازاي؟ لازم تكون الميه مغطيه المكرونه، يا دوبك مغطياها، ماشي. وهاجي بقى ايه مغطيه بقى الحله دلوقتي كده، بس ايه بعد ما اغطي الحله يعني ايه وهي بتغلي كده اديها تقليبه، واول ما تبتدي تغلي وانا بديها التقليبه ايه اوطي عليها النار شويه، يعني لازم اكون المكرونه بقى دي بالذات لازم تكون واقفه جنبها، لازم. بصوا انا سبتها كده لما غلت اهي، شايفين بتغلي اهي دلوقتي هي بتغلي، وطيت عليها بقى البوتاجاز وهسيبها بقى كده تاخد وتدي كده على الهادي كده مع نفسها، لما تتلدن كده وتطيب
واقسم لكم بالله وانتوا بتاكلوا المكرونه دي هتحسي بطعم البصل كده مسكر، هتحسي بطعم الطماطم مسكر، هتحسي احساس تاني خالص، احساس تاني خالص. بصوا انا دلوقتي قوطيت عليها النار وسبتها دلوقتي خلاص استوت. بصوا بقى اهي استوت ومفرفره، بصوا عامله ازاي. وعاوزه الفت نظركم برضه انا مش جايباها من الغاليه، المكرونه العاديه اللي بتتباع بالكيلو. بصوا جمالها، مش قادره اقول لكم بقى يا جماعه على الريحه، الريحه تحفه. شايفين الحلاوه، بصوا الجمال، شايفين تحفه تحفه تحفه، مفرفره ومش معجنه. وايه مكرونه مش من اللي هي بقى يقول لك ايه انا اجيب مكرونه غاليه عشان خاطر ما تعجنش، لا. بصوا شايفين الحلاوه، والله العظيم ريحتها مش قادره اقول لكم. اي واحده كده من الناس اللي بتحب المكرونه كده او لسه ما عملتيش الغدا، قومي كده اعمليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها كده. وما تنسيش كده دعوه حلوه ليا واللايك الجميل، ويعني اهم حاجه محتاجه دعاكم والله العظيم، واللايك الجميل كده. وربنا يجعل يومكم كده كله خير وسعاده وحب. شايفين مفرفره ازاي. ربنا يجعل يومكم كله خير يا رب كده، ويجعله يوم كله خير وهنا وسعاده يا رب.